بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي في قناة كروشيه منون. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الغرزة الجميلة دي غرزة سهلة وبسيطة وينفع المبتدئين يعملوها. هي من تكرار سطر واحد زي ما انتوا شايفين. انا عملتها في العينة الجنجا دي بخيط كوتون جولد، وده بخيط هيمالايا. طبعا خيط هيمالايا باين ان هو اسمك. هي تنفع بالخيط السميك والخيط الرفيع. غرزة سهلة وبسيطة، تكرار سطر واحد. هي اسمها غرزة الدايموند ستيتش، وليها اسم تاني وهو المشهور اكتر. لما جيت اعمل سيرش عليها لقيته هو المشهور اكتر، اللي هي تيوليب ستيتش. انا معرفش هي اسمها تيوليب ليه، يعني انا مش شايفة فيها تيوليب خالص، بس ممكن علشان شكل الكلاسترات بتاعتها كده، يعني عاملة شكل التيوليب، فهي اسمها تيوليب ستيتش. يعني ده الاسم، لو هتعملوا سيرش عليها هيبقى ده الاسم المشهور اكتر. الدايموند ستيتش مش مشهور قوي، بس يعني انا ميالة اكتر ليه، يعني لان هي فعلا شكل الدايموند، هي واخدة شكل السمبوسة كده يعني، او شكل المعين، فانا ميالة للاسم ده اكتر. وفي غرزة تانية تكملة، يعني تكملة ليها او متاخدة منها، اللي هي الاوبن دايموند ستيتش. هنعملها برضو ان شاء الله علشان تشوفوها. فانا ميالة للاسم ده اكتر يعني، لكن المشهور هو تيوليب ستيتش. سواء تيوليب او دايموند، هي غرزة سهلة وجميلة، تكرار سطر واحد. بسيطة، تقدر أي واحدة مبتدئة تعملها. هي محتاجة بس نكون عارفين غرزة العمود والسلسلة وغرزة الحشو. هما دول الثلاث غرز اللي احنا المفروض نبقى متعلمينهم عشان نعملها. نقدر نعمل بيها كوفرتات أطفال، تبقى هايلة في كوفرتات الأطفال. نقدر نعمل بيها سكارفات، هتبقى هايلة في السكارفات. هي غرزة جميلة جدا، ونتيجتها حلوة، وفي نفس الوقت مقفلة، يعني تنفع شتوي بامتياز، تنفع لكل حاجة شتوية كويس جدا يعني. يعني لو انت لسه ما اشتركتيش في القناة، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وما تنسيش تكتبي لنا كومنت، بنحب نسمع رأيكم. ولو احنا مستعدين يلا بينا نشوف هنعمل الغرزة الحلوة دي ازاي. الخيط اللي هشتغل بيه هو خيط كوتون جولد، كوتون جولد، وهشتغل بإبرة رقم 3 مليمتر. هنعمل عقدة البداية بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، وهنبدأ نشتغل سلسلة من مضاعفات العدد 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. هكمل كده العينة بتاعتي. العينة بتاعتنا هتبقى مضاعفات العدد 4 زائد 1. بعد ما عملت سلسلة بمضاعفات العدد 4 زائد 1، بس انا طولت شوية في السلسلة علشان اعرفكم ازاي لو احنا بنعمل مشروع كبير زي كوفرتة بيبي او حاجة، ممكن اعمل سلسلة عشوائية، اخد الطول اللي انا عايزاه والباقي اتخلص منه، يا اما اقصه يا اما افكه. هنشوف ازاي. انا طولت كام واحدة انا قصداها يعني. هنرتفع 1 2 3 سلاسل، وبعدين هلف الخيط على الابرة وهعد. طبعا انا الغرزة اللي على الابرة دي انا ما بعدهاش، انا بعد من بعديها 1 2 3، وهنزل في الرابعة اعمل عمود بلفة. هدخل اجي اسحب اللفة بتاعتي، يبقى كده معايا 3 لفات على الابرة. اطلع من 2 كمان 2، هلف الخيط على الابرة وفي نفس الغرزة هنزل تاني اعمل عمود بلفة. اطلع من لفتين كمان لفتين، هلف الخيط على الابرة وانزل تاني اعمل عمود بلفة. يبقى انا كده بعمل 3 عمود بلفة في رابع سلسلة. هعد
1 2 3 وفي الغرزة الرابعة هعمل غرزة حشو. هنكرر تاني، هرتفع 1 2 3، هلف الخيط على الإبرة وفي نفس المكان اللي أنا عملت فيه غرزة الحشو هعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. هعد 1 2 3 وفي الرابعة هعمل غرزة حشو. غرزة الحشو بطلع باللفة بتاعتي، اطلع من اللفتين مع بعض، وده الشكل بتاعنا. هكرر تاني، هرتفع 1 2 3، لف الخيط على الإبرة وهنزل في نفس المكان. شوفوا انا بنزل فين، في نفس المكان اللي انا عملت فيه غرزة الحشو. بس اطلع من لفتين وكمان لفتين، هلف الخيط على الإبرة وهنزل تاني اعمل عمود جديد، اطلع من لفتين وكمان لفتين. هعد 1 2 3 وفي الغرزة الرابعة هعمل غرزة حشو. يبقى انا بعمل كلاستر 3 اعمدة وبقفلهم بعد 3 سلاسل. هكرر تاني، 1 2 3، برتفع 3 سلاسل، هلف الخيط على الإبرة وهنزل في نفس المكان اللي انا عملت فيه غرزة الحشو، اعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. هعد 1 2 3 وفي الغرزة الرابعة هعمل غرزة حشو. هكمل كده لاخر السطر ونرجع. وصلنا هنا لاخر وحدة هنعملها مع بعض. هرتفع 1 2 3، هلف الخيط على الإبرة وهنزل في المكان اللي انا عملت فيه الحشو، اعمل عمود بلفة. عمود بلفة انا هطلع من حلقتين وكمان حلقتين، هلف تاني وهعمل، هطلع من حلقتين وكمان حلقتين، هلف تاني وهعمل عمود التالت، هطلع من حلقتين وكمان حلقتين. هعد الغرز بتاعتي 1 2 3 وفي الغرزة الرابعة انا هدخل اعمل غرزة حشو. انا هوقف هنا علشان اوريك ازاي لو الغرز زيادة تقدري تتخلصي منها. بنتخلص منها يا اما بنفك من عند عقدة البداية او بنقصها، هي بتبقى سهلة يعني، مش بس طبعا بتبقي حريصة علشان ما ناخدش غرزة زيادة، ما ناخدش غرزة ناقصة اقصد يعني. انا وصلت كده للغرزة اللي انا شغالة فيها، هدخلها منها علشان اعمل لها سكيور يعني، اكد عليها. انا كده فكيتها زي ما انتوا شايفين. هرتفع كده شكل السطر بتاعي بعد ما خلصته. يبقى انا بدأت بثلاث سلاسل وعملت الكلاستر في رابع سلسلة وانهيت بغرزة حشو. بداية السطر دايما بتبقى 1 2 3، 3 سلاسل. هلف الخيط الشغل وهبدأ ألف الخيط على الإبرة وهنزل في الغرزة الأخيرة اللي هي غرزة الحشو دي، هعمل ال3 أعمدة بتوعي. 1 2 3. هقفل في السلاسل دي بغرزة حشو. برضو لو انتوا خدتوا بالكم انا هعد 1 2 3 وهقفل في الغرزة الرابعة، يبقى انا ماشية على نفس الباترون. هرتفع 1 2 3 تاني
والف الخيط على الابرة، وفي فراغ السلاسل دي هيبقى مكان الشغل بتاعي. اشتغل عمود، اتنين، تلاتة، هعد برضو تاني، واحد، اتنين، تلاتة، وهقفل في الغرزة الرابعة. اقدر اقفل في الفراغ في السلاسل نفسها، يعني في الغرزة نفسها، لكن انا بفضل عشان التسهيل ان انا اقفل غرزة الحشو في نفس الفراغ. يبقى ده السطر التاني بتاعنا. هرتفع نفس الكلام 3 سلاسل، وهرجع تاني في فراغ السلاسل هعمل الكلاستر بتاعي اللي هو 3 اعمدة، 1، 2. هو تكرار سطر واحد، انا ما بعملش اي حاجة جديدة، هو تكرار سطر واحد. بقفل بغرزة حشو وارجع ارتفع تاني 3 سلاسل، وابدأ اعمل الوحدة التانية بتاعتي علشان نوصل للكلاسترز بالشكل ده. هكمل السطر ونرجع في اخر غرزة نشوف. انا عملت اخر واحدة في الكلاسترز، باقي هقفل في سلاسل الارتفاع اللي انا كنت بادئه بيها. المرة دي هقفل في الغرزة نفسها، هقفل بغرزة حشو. يبقى زي ما اتفقنا احنا بنبدأ ب3 سلاسل ونعمل جنبيهم 3 أعمدة كلاستر، وبننهي بغرزة حشو. وتكرار السطر بتاعنا هو نفس التكرار، انا ما بغيرش اي حاجة تاني، هو نفس الوحدة اللي بنعملها. برتفع 3 سلاسل، بعمل 3 أعمدة، بقفل بحشو، بقفل في فراغ السلاسل علشان ابدأ وحدة جديدة. وبداية السطر الجديد هيبقى نفس الكلام، ببدأ بال3 سلاسل، 1، 2، 3، وهلف الخيط على الإبرة والف الشغل. المكان اللي هشتغل فيه فين؟ مكان الحشو في الغرزة السطر اللي قبليه. يبقى انا هشتغل هنا، هشتغل عمود، 2، 3، هنقفل في فراغ السلاسل. هنعد زي ما اتفقنا، 1، 2، 3، 3 غرز، والمفروض ان انا هقفل في الغرزة الرابعة دي. الغرزة الرابعة دي اللي هي اول غرزة في السلاسل، تقدري تقفلي فيها زي ما انا قلتلك، او تقفلي في الفراغ نفسه. بنقفل بحشو، وبعدين هرتفع 1، 2، 3، وهنعمل الاعمدة بتاعتنا. الكلام اللي انا بعمله ده تكرار. هرجع اقفل تاني في الفراغ هنا. طبعا نقفل في الفراغ زي ما اتفقنا كده بغرزة حشو، او نقفل في رابع غرزة اللي هي اول غرزة في السلسلة، او في فراغ السلاسل، زي ما تحبي، الاسهل ليكي. الاتنين صح، بس انا زي ما انا ماشية الباترون ده كله انا بقفل في الفراغ. هكمل كده شوية في العينة وارجع اقول لكم. هو طبعا زي ما انتم شايفين الطرف بتاعه بيبقى زجزاج، فارجع اقول لكم لو احنا عايزينه الطرف منتظم هنقفل العينة ازاي. الجزء ده من العينة زي ما انتم شايفين الغرزة شكلها جميل، مناسبة جدا للكوفيات وللكوفرتات البيبي، سهلة وبسيطة، والمبتدئين يقدروا يشتغلوها بكل سهولة. انت مش محتاجة ان انت تتعلمي حاجة غير السلسلة والعمود وغرزة الحشو بس. وصلنا للطرف. الطرف زي ما انتم شايفين هو عامل زجزاج بالشكل ده. لو احنا عايزين لكوفرتة بيبي او كوفرتة كبيرة او سكارف او حاجة، وعايزين نساوي الطرف،
علشان نعمل بوردر او عشان حاجة، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. هنرتفع زي ما احنا متعودين الثلاث سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط على الابرة والف الشغل بتاعي، وهشتغل الكلاستر اللي احنا عارفينه في بداية كل سطر. يبقى السطر الغرزة الاولانية ما فيهاش اي تغيير، بنعملها زي ما احنا متعودين. هقفل بغرزة حشو. خلوا بالكم بقى من اول هنا، انا كل فراغ عندي المفروض كنت بعمل فيه برتفع 3 سلاسل واعمل فيه 3 اعمدة. لا، انا في السطر الاخير هرتفع سلسلة وهعمل حشو، الغرزة التانية نص عمود، الغرزة التالتة هعملها عمود، اطلع من لفتين كمان لفتين. يبقى انا عملت ال3 اعمدة دولت، مكان ال3 اعمدة عملت حشو نص عمود عمود، وهقفل في المكان بتاعي اللي انا متعودة كل مرة بقفل فيه اللي هو فراغ السلاسل. هكرر تاني، فعملت فراغ السلاسل، خلاص انا عملت الحشو اللي بعمله كل مرة. هاخد سلسلة وبعدين انزل في الفراغ اعمل حشو نص عمود وعمود، وهقفل في فراغ السلاسل الغرزة اللي بعديها علشان الطرف بتاعنا يبقى كده زي ما انتوا شايفين، الطرف بقى متساوي. هكمل، هناخد عملنا الحشو اللي احنا بنقفل بيها، هاخد بعديها سلسلة، وبعدين هدخل في الفراغ اعمل حشو، هاخد لفة على الابرة واعمل نص عمود. نص عمود ال3 لفات هطلع بيهم مرة واحدة، الغرزة الاخيرة هعملها عمود، هطلع معايا ال3 لفات، هطلع من لفتين وكمان لفتين. كده انا عملت ال3، هقفلهم في الفراغ اللي بعديه. هكمل كده لاخر السطر وهرجع لكم في اخر غرزة. رجعنا كده في اخر غرزة، هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. اخر غرزة زي ما احنا متفقين، بعد ما بنعمل غرزة الحشو انا بعمل سلسلة، ما ننساش السلسلة دي، وبعدين هعمل غرزة حشو في الفراغ والف الخيط على الابرة، وهعمل نص عمود والف الخيط على الابرة وهعمل عمود. ده اللي كنا بنعمله طول السطر. الغرزة الاخيرة مختلفة شوية، هزود كمان عمود، يبقى انا زودت كمان عمود. العمود الزيادة ده علشان المسافة هنا اطول شوية، يعني علشان السطر الاخير ميبقاش مشدود. وبعدين هقفل بغرزة حشو، وده هيبقى الشكل النهائي بعد ما احنا عملنا التسوية دي. يبقى الاختلاف الوحيد الغرزة الاولانية والغرزة الاخيرة. الغرزة الاولانية انا بعملها الكلاستر العادية اللي هي 3 اعمدة وبقفل بحشو. الغرزة الاخيرة انا بعمل حشو، يعني بعد ما بعمل غرزة الحشو بعمل سلسلة، وبعدين بعمل حشو نص عمود 2 عمود، وبعدين اقفل بحشو. كده انهينا الغرزة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، هي غرزة جميلة جدا. المفروض ان ده الامام بتاع الشغل وده الخلف، بس هي الوش والخلف الاتنين زي بعض، مفيش فرق بينهم. انا كنت وريتكم العينة اللي بالجنجاه دي والعينة التانية. هي بصراحة هايلة، الغرزة جميلة، تأثيرها حلو. يا رب اكون وفقت في الشرح وتكون الغرزة سهلة وتعملوا بيها مشاريع. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ولو محتاجين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات، تحت امركم. ومع السلامة، فيديوهات تانية كتير ان شاء الله.